السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الساعه دلوقتي 5، باقي ساعتين على مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، والزمالك مليون في المية مش هيروح الملعب، واحنا قدام ازمه كبيره جدا، لان انت بتتكلم عن مباراه قمه. ديربي القاهره بين الاهلي والزمالك يعتبر دي القمه الاكبر عربيا، فانت اولا بتخسر كل حاجه، بتخسر متابعه ومشاهده، وبتخسر شكلك، تخسر منظرك قدام العالم، قدام الوطن العربي كله. الرعاة اللي موجودين على المباراة والإعلانات والبث والحاجات كتيرة جدا الناس كلها بتخسر فيها. تحب أقول لك بصراحة مين السبب في اللي احنا وصلنا له؟ السبب في اللي احنا وصلنا له هو اتحاد الكورة، هو رابطة الأندية، هم المسؤولين عن الكورة في مصر. مش السبب الزمالك، الزمالك مش هو السبب في الموضوع، الزمالك طرف في الموضوع، لكن اتحاد الكورة وضعف شخصيته والفساد اللي موجود في المنظومة الرياضية عموما هو السبب في اللي احنا وصلنا له. هو ده اللي وصل ان الزمالك يعمل كده، وان الاهلي ممكن يعمل كده، وان اي فرقة تانية ممكن تعمل كده. انا ما شفتش في حياتي اتحاد كورة هزيل بالشكل ده، انا ما شفتش في حياتي اتحاد كورة ضعيف الشخصية بالشكل ده. ده بيتهيألي لو رحنا حتى الاتحاد الاثيوبي هنلاقيه اقوى من كده. يا جماعة اتحاد الكورة ده المفروض مش بس عامر حسين اللي يمشي، الزمالك طالب من ضمن شروطه ان عامر حسين يمشي، لا اتحاد الكورة كله يمشي، لازم يكون شرط من الشروط ان اتحاد الكورة كله يمشي. اللي بيحصل ده مهزلة، وانا مش عايز ان جمهور الاهلي يستغل الموقف ويقعد يقول ايوه نزل بقى الزمالك الدرجة الرابعة ومعرفش ايه وكويس ان هو مش هيلعب. لا، لازم يكون عندك علم ان الدوري او الكرة المصرية او الاهلي بدون الزمالك ما يبقاش في دوري، ما يبقاش في لعب. هتلعب مع مين انت يا اهلي؟ عندك فرقه ايه ممكن تنافسك اصلا في الدوري؟ ولا الدوري بدون الاهلي يبقى دوري؟ معروفه الاهلي والزمالك قوه كبيره جدا في الدوري المصري وفي الوطن العربي. يا جماعه بصوا على الدول اللي جنبنا، الدول العربيه، شوف السعوديه، الناس كلها بتكبر ببعضها، احنا دايما بنهد في بعض، دايما بنحاول نصغر من بعض. دي سمعه مصر بجد، دي سمعه مصريه ملهاش علاقه باهلي ولا بزمالك. اللي بيحصل ده بيمس سمعتنا احنا كمصريين. انا راجل عايش في الخليج، النهارده تعالى اتفرج الناس بتتكلم ازاي، شايفين التنظيم عندكم عامل ازاي، شايفين عندكم ايه، شايفين الوضع عندكم عامل ازاي. لا عندكم كوره وتقول لي اهلي، اهلي مين يا عم؟ وتقول لي زمالك، زمالك مين يا عم؟ عنده حق من اللي بيشوفه، من المهزله اللي بيشوفها. والسبب الرئيسي في المهزله دي هو اتحاد الكوره، هم المسؤولين عن الكوره في مصر، لا اداره الزمالك ولا اداره الاهلي ولا اداره اسماعيلي ولا اداره اي حد. الاداره المسؤوله عن الكوره في مصر، واولهم وزير الرياضه. وزارة الرياضة دي اقسم بالله افشل وزارة في التاريخ، هي واتحاد الكورة ورابطة الاندية ولجنة المسابقات، يعني حاجة فشل ذريع. هتقول لي اصل في مؤجلات واحنا غصب عننا، ومنزل لي جدول وبتقول لي اصل كذا وكذا وكذا وكذا. انا اتكلمت في فيديو سابق عن ان الزمالك طالما ارتضى ان هو يلعب مؤجلات يبقى يكمل مع الاهلي، ده رأي منتهي منه. بس احنا دلوقتي بنتكلم عن المشكلة وجذور المشكلة. من الجذور، جذور المشكله ان في عندنا مؤجلات كتيره، وان في عندنا بطولات وتوقفات دوليه ومش عارف ايه، والاهلي لعب في افريقيا، والزمالك لعب في الكونفدراليه، وفيوتشر معرفش لعبت في افريقيا، وبيراميدز لعب في افريقيا. طيب يا سيدي، يا سيدي بص على اقرب دوري ليك. يعني انا مش لاقي غير الدوري السعودي جنبي عشان استشهد بيه، لان عنده هلال ونصر واتحاد، وكان معاهم الفيحة كمان، كانوا بيلعبوا في دوري ابطال اسيا. والاتحاد لعب معاك في كاس العالم للانديه، لعب اقل منك مباراه او مباراتين مش مشكله، بس لعب معاك في كاس العالم للانديه. بطوله كاس السوبر اتلعبت قبل ما الموسم يبتدي، فدي هنطلعها بره الحسب. فانت لعبت في افريقيا وهم لعبوا في دوري ابطال اسيا. تعال اتفرج على الجدول، الناس خلصت الدوري السنه دي مع كل الدوريات الاوروبيه، ما حصلش تاجيل ولا مباراه في الدوري السعودي لاي فريق غير نادي الهلال في مباراه نص النهائي مع العين بس، وكانت لظروف قهريه كمان. فانت اتحاد كرة فاشل، مش عارف تدير المسابقه، وبتتحجج دايما بحجج واهيه، والناس ماشيه وراك. يا عم تعالى كده اجباري من بدايه الموسم، انت عندك جدول ماشي عليه. انا عارف ان انت ممكن تطلع تقول لي اصل الاتحاد الافريقي ما بيدينيش المباريات وبجدول ثابت وما اعرفش ايه، يبقى اتحاد افريقي فاشل، يبقى احنا قاره فاشله، هنفضل في الفشل الذريع ده طول العمر. لازم الناس تتحرك، الناس تتكلم مع الاتحاد الافريقي، انت كاتحاد كره تبعت للاتحاد الافريقي وتناشد، انما انت بتستسهل وقاعد وزي الفل وبترمي حججك على الناس. اهم حاجه ان انت يكون عندك حجج علشان تقعد وترجع كده لورا وتقول انا والله عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. حجج حجج، انت عايز دايما يكون عندك شماعه تعلق فشلك عليها. هو ده اللي حاصل، مش حاصل اي حاجه غير كده.
انت واحد فاشل وما عندكش اي نية ان انت تنجح، ولا عندك اي مقومات للنجاح. علشان كده انت دايما محتاج تفضل رافع الشماعة لفوق علشان تعلق عليها الفشل بتاعك دايما. انا اهلاوي ومش من مصلحتي ان الزمالك لا يتعاقب ولا ينزل درجة رابعة ولا تانية ولا تالتة ولا الكلام الفاضي ده كله. الزمالك فريق كبير وعنده جمهور كبير، جمهوره تقريبا يعني اكبر جمهور في الوطن العربي كله بعد الاهلي. جمهور مش سهل، فريق عنده تاريخ كبير، فريق مش سهل ان انت تخسر فريق زي نادي الزمالك. من الاخر يعني عشان تقول لي اصل انا اتحاد الكوره وهعمل وعقوبات وبتاع وكلام ده، انت لا عامل ولا انت مسوي ولا انت تقدر اصلا ان انت تعمل حاجه مع فريق الزمالك. يبقى من باب اولى طالما انت مش قادر ان انت تعمل اي حاجه مع اي فريق كبير، يبقى على الاقل امشي صح عشان تلاقي الناس تقف معاك. انا لو انت ماشي صح هتلاقيني بقف معاك، حتى لو فريقي هو اللي في الطرف الثاني هتلاقيني بقول الحق معاك لان انت ماشي صح. انما انا مش شايفك ماشي صح، حتى لو فريقي غلطان هقف مع مين؟ هروح اقف مع فريقي، ده الطبيعي، لان انت اصلا ما عندكش اي حاجه صح. فاحنا هنفضل قاعدين كده ساعتين نستنى الفضيحه بتاعت الساعه 7، الاستاد يتفتح، الجماهير توصل، الفرقه توصل بتاعت الاهلي والجهاز الاداري والمنظمين والحكام، ونفضل قاعدين في الملعب ربع ساعه نص ساعه ونصفر الاهلي كسب 2-0 وانسحب نادي الزمالك. انتوا مفكرين دي هتبقى حلوه يعني؟ دي فضيحه، دي فضيحه مش للزمالك بس، للكره المصريه ككل. عموما النادي الاهلي مش طرف في الموضوع خالص، احنا كده كده هنروح الملعب وهنبقى موجودين، ولو الزمالك ما جاش وانسحب هيتحسب لنا 3 نقاط احنا محتاجينهم في الوقت الحالي، مش هنقول لا شكرا على الهدايا اللي بتيجي. لكن الموضوع ككل محرج ومخزي جدا جدا جدا، وعيب في حقنا وعيب في حق المصريين اللي بيحصل ده بامانه. انا بطالب باستقالة اتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة المسابقات وكل ما هو مسؤول عن الكرة في مصر. بس لحد هنا خلص الكلام، شكرا لكم على متابعتكم، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية تكون أفضل من كده. سلام.